السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كيحكيو على أن هارون الرشيد وهذا واحد من الملوك ديال بني العباس، ملوك العظام اللي كانت عنده رقائق وكانت عنده أحوال مع الله سبحانه وتعالى ومع أهل الله. واحد النهار هو والزوجة ديالو كيتحاوروا شوية، سخنات الأمور، وهو يقول لها إلا ما كنتش أنا من أهل الجنة فأنت طالق. شوية فاش بقات يبرد قال اشنو قلت؟ كي غندير نعرف دابا واش أنا من أهل الجنة، وخليت هاد السيدة كالمعلقة، وباش عرفت راسي أنا من أهل الجنة جمع العلماء ديالو كاملين، حط لهم النازله حتى واحد ما قديفتين، راها جنة او نار وراها مصير، هذا كله اعتقاد على اخرته. قال لهم واش ما كاينش شي عالم نبيه اللي يمكن له يشوف لي شي حل؟ قالوا له كاين واحد. شكون هو هذا العالم؟ هذا سميتو الليث بن سعد، هذا يقال عنه انه كان اعلم من مالك. غير هذا العالم هذا يقال ان التلاميذ ديالو ضيعوا المذهب. المهم الشاهد عندنا هو انه فاش حضر خرج العلماء كاملين، قال له يا امير، واش عمرك جلستي مع ربي سبحانه وتعالى وذكرتيه بوحدك خاليا به سبحانه وتعالى ففاضت عيناك خشية لله؟ قال له درتها. قال له ولا درتيها افتح كتاب الله عز وجل، قرأ سورة الرحمن حتى وصلوا للآية الكريمة ولمن خاف مقام ربه جنتان. قال له شوف ربي سبحانه وتعالى هذيك الخوف ديالك منه بكاء بين يديه والتضرع عليه سبحانه وتعالى واستحضار الذنوب ديالك وذكريات المؤمن ذنوبه، راه ربي عز وجل موعدك في كتابه العزيز بجنتان، ماشي غير جنة وحدة. وفكر القضية وخرج هارون الرشيد بزوجته سالما غانما. الله يجعلنا ممن يخلون بالله عز وجل، يبكون بين يديه تيقولوا له يا ربي درنا ودرنا ودرنا، فهناك أمور لا تحكى إلا لله. السلام عليكم ورحمة الله.